ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هقول لكم على هجاوب على شويه اسئله جاتلي على صبغه القرمز. فهبتدي معاكم على طول. لو حابين تشوفوا الفيديوهات اللي انا كنت عاملاها قبل كده وانا بوريكم الطريقه بقى وكده، هسيبهم في علامه الاي فوق. لما تخلصوا الفيديو هنا روحوا اتفرجوا عليهم. يلا بينا نبتدي على طول. اول سؤال كان جايلي ان هو بيتجاب منين. هو بيتجاب من امازون. يعني انا دورت عليه في اماكن كتير ما كنتش بلاقيه بصراحه، لكن على امازون لقيته وبسهوله تقدروا انتوا تطلبوه كده. هو عباره عن معجون كريمي كده، ده اللي انا بكلمكم عنه. في منه باودر، بس انا يعني الباودر ده ما جربتهوش وما اعرفش بصراحه هو حلو ولا ايه. طيب السؤال اللي بعد كده، وهو بيستخدم ازاي او بنحط عليه اي اضافات؟ لا، هو بيستعمل زي ما هو كده بدون اي اضافات خالص خالص. طيب بالنسبه للسعر، طبعا انا مش هقدر احدد لكم سعر معين لان انا جايباه من فتره، يعني جايباه بقالي كذا شهر وانتوا عارفين الاسعار بتزيد. فمش هقدر احدد لكم سعر يعني، لان دلوقتي هتلاقوا سعره اختلف، لكن هو سعره مناسب. يعني بتلاقوه ان هو تحت ال100 جنيه يعني. في رينج كده من 50 ل100 في الحدود دي. ايه كمان بالنسبة لأحسن نوع في القرمز، وهو صبغة اللي هي لاروج. شركة لاروج دي من أحسن أنواع صبغة القرمز، لأن بتلاقوا أنواع كتير جدا. بصوا بقى، في ناس بتسألني بتقولي ان هو المفروض يتساب قد ايه على الشعر. انا برشح ان هو يتساب من اول الصبح لغاية بالليل، يعني تقريبا 12 ساعة. خلاص. بالنسبة ان هو بيقعد قد ايه على الشعر، بيقعد في حدود سنة، بيفضل موجود على الشعر في حدود سنة. طيب كمان الحاجة اللي بعد كده، ان انا عايزة اقول لكم باختصار شوية تعليمات كده تخلي بالكم منها لما تيجوا تعملوا صبغة القرمز. وهي ان انتوا تبدأوا تحطوا يا اما زيت يا اما فازلين على الجلد، ماشي؟ يعني كده في الاماكن دي كده، وكل الاماكن بقى حوالين الشعر كده، عشان ما يجيش على الجلد بيعمل لون بيطلع، بس بيقعد كذا يوم يعني. وتتجنبوا ان انتوا تحطوه على فروة الشعر، ما تقربوش القرمز، مش هيعمل حاجة، بس برضو بيصبغ جذور الشعر. بتلاقوا الجذور البيضة دي اخدت اللون اللي انتوا حطيتوه، فانتوا حاولوا ابعدوا شوية. وبتطلع برضو، بس زي ما قلت لكم بتاخد كذا يوم. يفضل ان الشعر طبعا، او هو الصح ان الشعر يكون مغسول كويس جدا ومعلهوش اي كريمات ولا اي زيوت ولا اي حاجة، وناشف خلاص. يفضل يعني ما يكونش مبلول طبعا. من اهم الحاجات ان احنا لازم نلبس جوانتي. جوانتيات بتتجاب من الصيدليه، جوانتيات اكياس كده، بتبقى مجموعه كده مع بعض فيها كتير، وبتبقى سعرها بسيط جدا، بتلاقوها ب5 جنيه وكده. لازم تلبسوها لانه في الايد بيعلم بطريقه رهيبه، وفي الضوافر طبعا هيطلع، بس في الايد بيطول بقى، لان انتوا بتبقوا اخدتوا المنتج كده كله عشان تحطوه على شعركم، فبيطول عشان يطلع. طيب ايه كمان من الحاجات المهمه، ان انتوا تلبسوا حاجه تكونوا مش محتاجينها، لانه طبعا بيبهدل اللبس اللي انتوا لابسينه يعني. فانتوا خصصوا لبس كده معين يكون هو للصبغات عامه، كل ما تيجوا تعملوا صبغه في شعركم ايه تلبسوه. ايه كمان من الحاجات المهمه اللي جاتلي، وهي السؤال ده جالي كتير جدا، ان هو على الشعر الاسود بيعمل لون؟ لا يا جماعه، ما بيعملش لون، واللي يقول لكم غير كده يبقى بيقول اي حاجه. بصوا، بيعمل لون في حالة ايه؟ في حالة ان انتي شعرك اصلا فاتح. يعني ايه؟ يعني شعرك مدي على بني فاتح. الشعور اللي هي مدية على بني فاتح، في الحالة دي هيعمل معاكي لون، وهيديكي لون جميل جدا، لانه هيبقى كأنك اصلا مفتحة الشعر، كأنك عاملة درجة من درجات البني، فاهمين؟ لكن لو انتي شعرك اسود عادي مش هيديكي اي لون، ولو ادى هيبقى ضي خفيف جدا، ما يبانش كده مع اضاءة عالية او مع شمس، يعني غير كده مش هيبقى باين خالص. فلازم تفتيح للشعر، او تبقي عاملة اي درجة من درجات اللي هي الشعر متفتح عن الاسود دي، حتى لو بني هيظهر عليه خلاص. بس كل ما كان الشعر غامق هتلاقي لونه بقى هو غامق، طلع غامق معاكي ايا كان ايه اللون اللي انت هتستعمليه. طيب ايه كمان، لو حصل والجلد اتسبغ كده شوية او جه عليه اي حاجة من القرمز، من الحاجات السهلة اللي بتطلعه وهي المناديل المبللة، الوايبس، او الزيت، اي زيت عندكم، جونسون، فازلين، اي حاجة. كمان الاسيتون. الاسيتون من الحاجات اللي بتطلعه، بس يعني ايه، انتوا حاولوا ما تخلوش يجي على الجلد من الاول. طيب ايه كمان، انا طبعا محضرة كل الاسئلة هنا وكاتباها،
في ناس بتسألني بتقولي ينفع صبغة القرمز للأطفال؟ هو طبعا هيلقط، اللون هيلقط. لو انتوا بتسألوا على من ناحية ان اللون هيلقط، لو هما شعرهم مش اسود قوي اللون هيلقط خلاص. لكن لو بتسألوا على يعني حاجة صحية او لا او مضر، يعني هو طبعا كل الحاجات دي مضرة للكبار او للصغيرين، فاهمين؟ طيب ايه كمان؟ بيسألوني على الوان القرمز. الوان القرمز بنفسجي موف صريح كده، تحفة على فكرة، بيطلع حلو قوي، انا جبته وجربته. كمان نبيتي من درجات القرمز. كمان في ازرق وفي اخضر وفي تقريبا في اسود وبني. في ناس بتقول في اسود وبني لكن انا ما شفتهمش، اللي شفتهم اللي قلتلكوا عليهم دول. طيب ايه كمان؟ شوية برضو تعليمات بعد الاستعمال، وهي ايه؟ ان انتوا على المخدة اللي هتيجوا تناموا عليها لازم تحطوا عليها فوطة او حاجة تقيلة، علشان هيبتدي يعمل لون الفترة الاولانية. وحاولوا نشفوا شعركم على قد ما تقدروا قبل النوم وكده، وفي العموم عشان ما يبهدلش اللبس برضو بتاعكم. كمان ايه تاني من الحاجات المهمة؟ وهي تمشيط الشعر وهو مبلول. لما تيجوا ان انتوا تسرحوا شعركم او تمشطوا شعركم بعد الشاور، خلاص بيبقى الشعر لسه مبلول. في الحالة دي برضو البسوا حاجة لونها غامق، لان برضو في الفترة الاولانية بيعمل لون على اللبس حتى بعد ما تكونوا غسلتوه. فخلي بالكم من الموضوع ده، ما تلبسوش البيجامه وتروحوا بقى ايه تفضلوا تسرحوا شعركم، هتلاقوا عمل لون على اللبس اللي انتوا لابسينه. الكلام ده بيستمر؟ لا، الكلام ده ما بيستمرش، بيفضل فترة كده كام شهر مثلا، وبعدين خلاص بتلاحظوا ان خلاص بيعمل لون، بس مثلا ايه وهو مبلول قوي، او مثلا وانتوا مثلا يعني اتحرتوا قوي او كده، بس برضو بتلاقوا خلاص يعني بعد فترة بيبتدي ان هو يثبت. من اول مثلا 5 شهور او 6 شهور بتلاقوه خلاص، حتى في الشاور وانتوا بتغسلوا شعركم نادرا قوي ما بتلاقوا اللون نزل يعني. طيب ايه كمان؟ وهو الحاجة اللي بعد كده، حد بيسألني بنت بتقولي هل كثرة غسيل الشعر بالشامبو بيمشي اللون؟ بصوا، لا ملهاش اي علاقة. ما بيمشيش اللون، واللون قوي، ومن القرمز من الحاجات القوية الثابتة، فعادي خالص. بس يعني يفضل ان انتي اصلا استعمال الشامبو على الشعر مش حاجة صحية كتير، بيستعمل من مرة لمرتين او 3 لو انتي شعرك دهني خلال الاسبوع. ايه كمان؟ في سؤال اللي بعد كده، الناس بيسألوني او البنات اللي على الفيديو اللي قبل كده بيسألوني بيقولوا لي هو اصلا عبارة عن ايه القرمز ده؟ عبارة عن ايه؟ هي مادة مستخرجة من نوع من انواع الحشرات. بتبتدي ان هي بينشفوا المادة دي، وبيبدأوا ان هما هي بتبقى عبارة عن الوان بقى، وبيبدأوا ان هما يعملوها بقى كريمي، وفي بيسيبوها باودر، في منها انواع كتير. طب هي مضرة للشعر؟ بصوا زي ما قلت لكم، كل الصبغات وكل الحاجات الكيميائيه اللي احنا بنستعملها دي مضره للشعر، بس دي بما انها حاجه مستخرجه من حاجه طبيعيه فهي اقل ضرر خلاص. طيب ايه كمان؟ ازاي امشي القرمز؟ ازاي اشيل القرمز من الشعر؟ القرمز ما بيتشالش من الشعر للاسف، هتضطري ان انتي تعملي تفتيح لشعرك، وهتبهدلي شعرك، لانك هتعملي عمليه التفتيح اللي هي تشقير الشعر دي كذا مره عشان يبدا اللون الى حد ما تحسي ان هو طلع، فشعرك هيتدمر. فانتي الحل الوحيد، ودي حاجه من ضمن العيوب للناس اللي ما بتحبش الوان القرمز، لكن الناس اللي بتحب الوان القرمز هتبقى دي بالنسبه لها ميزه، ده حاجه كده جايه كده وجايه كده، جايه من ناحيه العيب والميزه. فانتوا خليكوا عارفين الموضوع ده قبل ما تعملوا القرمز، لازم تستني ان هو يروح لوحده، ما عندكيش حلول تانية. الحلول التانية هتدمر شعرك اللي هي التفتيح زي ما قلت لكم. طيب ايه كمان؟ والسؤال اللي بعد كده، البنت بتسألني بتقولي بيبان على لون الشعر البني الكستنائي لو عايزه اعمل لون شعر موف من درجات الموف، بيبان على لون الشعر البني. طيب السؤال اللي بعده، بيبان على الشعر الاسود؟ السؤال ده جالي كتير. لا للاسف، لو انتي ممكن عايزه اللي هو تدي ضي كده ايه اللي هو بس انا بشوفه ان هتبقي يعني تعبتي نفسك على الفاضي، لان فعلا مش هتحسي خالص اللون ظاهر.
طيب ايه كمان، في سؤال كمان بيقول بنتي عملته وشعرها بقى نبيتي قوي، عايزه تهدي اللون، هل تجيب اسود ولا بني؟ عايزه تهدي اللون ما ينفعش تجيب اسود ولا تجيب بني، لان هي كده هتخليه اسود او بني. خلاص. طيب على فكره القرمز من الحاجات اللي ممكن ان انتوا تغطوا اللون بيها، ان انتوا تعملوه اسود. خلاص فهمتوا؟ لكن مش هينفع تعملوه من الالوان التانية في المده اللي هو موجود فيها، لازم تستنوا ان هو يمشي. حلو كده. طيب بالنسبه للسؤال ده، ما ينفعش تجيب اسود ولا بني، لان هي كده هتغطي اللون اللي موجود، وهي عايزه تغمقه شويه. ففي الحاله دي هتجيب نبيتي تاني اللي هي استعملته، وتحط عليه شويه بسيطه جدا من البني او من الاسود، فتخلي درجه النبيتي غامقه. فهمتوا؟ هي هتخلط كده بالنظر، هتشوف نفس فكره الالوان والالوان الميه، وهي نفس الفكره. بتخلط هي حاجه بسيطه من البني الاول، حاجه بسيطه خالص، وتبدا تقلب وتشوف. اول ما تلاقي درجه اللون اللي هي حباها واللي هي عايزاها فعلا تكون على شعرها، تبتدي ان هي تحطها على شعرها تاني، هتلاقي اللون اغمق وادى الدرجه بالظبط اللي موجوده في الطبق. فاهمين؟ بس كده. وعلى فكره الحركه دي انا بحب اعملها مع الموف، بحط شويه نبيتي وهفوه موف، لان الموف قوي. لو مش عايزاه يظهر قوي في شعرك، بتحطي يعني اللي هو بتمسحي المعلقه كده وبتحطيها في النبيتي. لكن لو عايزاه قوي بتعمليه بقى موف لوحده عادي، بيبقى لون كده مطرقع يعني، بيبقى حلو تغيير. بس كده. وبرده درجه النبيتي مع الموف بيدي درجه حلوه قوي. لو خففتي الموف، لو تقلتي الموف حتى لو حاجه بسيطه، هيديكي موف. خلاص. لكن لو حطيتي الهفوه دي اللي بقولكوا عليها من الموف، هيطلع لون بدنجاني كده، عارفين؟ تحفه. من درجات المارون اللي هو نبيتي كده، غامق شويه بس مدي على في نفس الوقت نبيتي، لكن مش احمر زي مثلا بتاع الفنانه نبيلة عبيد. لا، فاهمين؟ يا رب تكونوا فهمتوا قصدي. دي كانت كل حاجه للفيديو ده. هكمل في الجزء التاني عشان الفيديو كده هيبقى طويل قوي، هقول لكم مميزات والعيوب بتاعه الموضوع بقى كلها. بس كده. هسيب لكم الفيديو كمان التاني ده في علامه الاي فوق. استنوني. باي باي.